مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. احنا معكم من الجديد في حصتنا الجديده. تحياتي الجميع في خاطر الناس اللي حبونا وسالوا علينا من القلب داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. تحياتي لكم الاخوان جميعا. الاخوان اعطوا بارطاج الاخوان في الفيديو باش توصل الرساله. احنا المهم خاصنا الصوت يكون واصل 100%. المهم الاخوان، التفاصيل اللي غادي تسمعوا معنا في هذا الفيديو، الاخوان حاولوا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا يعني اشنو كاين بالضبط يعني في الفيديو، وشنو كنقولوا حنا في الفيديو، وعلاش تكلمنا وعلاش هضرنا وفين وصل هذا الشيء، والحكومه شنو عندها. الحكومه الاخوان اش واقع عليها؟ عزيزه خنوش مقرب لها مع وزير العداله عبد اللطيف وهبي، هما من بيناتهم ناضت الروينه بسبب حميد المهداوي. داك الهضره اللي كان فرش بها حميد المهداوي كان فرش بها الوزير العداله. القضيه الاخوان تشبكات، وميسه فاش كانت تكلمت وكانت كتدافع هي كانت كتهضر على الحكومه، ولكن كيحبسوها. هاد ميسه ما كيخلوهاش تهضر، هاد ميسه كيحبسوها. ديك الخطره كان هذاك الحلاقي ديال بن كيران هو اللي حبسها، قال لها انت ماشي سوقك في هذا الشيء هذا، وكيوصلها الرسائل وكيهددوها. يعني بان هو هاد السيده هي اللي كتكلم في هذا الشيء، وحميد المهداوي كيفضح فيهم. هذا هما الاسئله اللي غاديه بهذا الشيء. ولكن الا تجمعنا واحد 40 واحد ولا 50 واحد ويعني وغادي ضد الحكومه، الاخوان راه غادا تغلب. ولكن الا كان عا واحد كيهضر بوحدو، راه واخا الله يهضر راه ما يصور حتى لعبه. باش نهضر معاكم نيشان، واش يد وحده غتصفق بها؟ وطول الله لا صفقتي بها، خصنا جوج اليدين باش خاصنا نصفقوا. حنا يعني ضربنا كمثال. يعني شنو المهم في هذا الشيء هذا؟ هو كيكون العوين هما دابا مشبوكه مع بعضياتهم. غير اين فوا بدينا كنتكلموا عليهم تشبكات من بيناتهم، ولا وزير العداله كيرجف ودي في البرلمان ولا يهضر. رجعوا للفيديوهات الاخوان، سيروا كتبوا وزير العداله ودخل تفرجوا دي في البرلمان تشوفوا شنو وقع، وتسمعوا الهضره اللي كنقول فيها انا واش كاينه ولا ما كايناش. قال لك دوك اللي مخبيين في اليوتيوب، اسمع السي اللي مخبيين، وشوف انت اللي باين وما درتي طيله. شوف انت اللي مع وزير العداله ما عطاش كتخربق تما وحتى حاجه ما هي واصله. واش نبداو ندخلوا لكم في هاد سميتو ديالكم؟ يلا راه سيدي نبداو بسم الله. اسيدي اعطينا مفتش الشغل يخرج يشوف لينا العامل بشحال باش كيخدم، واش عاطينو الاجر ديالو ولا ما عاطيناش ليه، واش الصالير ديالو مزيان ولا ماشي مزيان. اسيدي نشوفوا واش كيذكروا به في سينيسيس ولا ما كيذكروش به. نشوفوا القوانين ديال هاد المواطن اللي عاطينو واش كاين شي قانون ولا ما كاينش. اسيدي لا حبسو نشوف واش كياخذ شي حساب ولا ما كياخذوش. اسيدي راه ندورو جهه الحكومه ديال عزيزه خنوش. الحكومه ديال عزيزه خنوش اسيدي من نهار بدات وقالت لك غتطور ودير، وروني اش من فائده عطاتها للشعب المغربي هاد الحكومه هادي. اسيدي عطينا مفتش مفتش الشغل فين عمرو خرج ولا دار يشوف شنو كاين. اسيدي عطينا المفتش اللي غادي يقلب الاسعار اللي صبحت الناس كتبيع فيها باش ما بغات. الحوت كان داير 160 7 دراهم صباح داير 20 درهم. منين جا هذا الشيء؟ فينا هما هاد المسؤولين ديال الاسعار ديال المواد الغذائيه. اسيدي نتوما من عندكم الماء ما كاينش، كنقولوا الشتا ما كتصبش ولا نقولوا البيار واكحين. اسيدي علاش كتصدروا هاد السلعه هادي؟ علاش خلوا السلعه تبقى هنا؟ علاش كتصدروها؟ خلوها باش يبقى الثمن يعني طايح. ماشي تقولوا حنا راه ما كنفهموش في داك الشيء، حنا راه كنفهموا في الا اين فوا كنكونوا كنعطوا التصدير بزاف راه كتكون السلعه قليله واصله للمنيت، راه واقح ما كاينش، والبيار واكحين الفلاحه قليله. فهمتي؟ ما خاصناش نعطيو التصدير اكثر من القياس. من كنشوفوا البلاد فيها ازمه كنحاولوا حنا نسيروا البلاد باش كنقادوها باش كيبقاو المواطنين غاديين مزيانين. اوكي، ماشي تبداو علينا بالسياسه، تبداو علينا تما بالخطبه في البرلمان، تبداو تهضروا لينا بحال عزيز خنوش ديك النهار كيتكلم مع
اللونجلي. عزيز خنوش، واش الشعب المغربي ما قالش لك خطب ليه بالانجلي، وقال لك دير له الفائده في هذه البلاد، ما قالش لك هو محتاج لذاك لونجلي ولا تبين راك قاري، كلشي كيعرف يهضر به. واش بغيتي ندير لك شي فيديو فيه؟ بغيتي ندير لك شي فيديو بلونجلي غادي تسمعوا، ولكن الاخوان كاين اللي غيعرفوا كاين اللي ما غيعرفوش. هذا هو المشكل، كاين اللي غادي يفهم الفيديو كاين اللي ما غاديش يفهموا. واش دابا فهمتي؟ ولكن حنا صبحت كحكومه، يعني انت شديتي الحكومه باش شديتيها وزمطتي البشري كامل. وبلاتي نقول لك علاش، في داك البترول هو اللي دار هادشي، في داك الغوزوال، في داك ليسانس، البنزين، في داك كلشي. هذا هو اللي الا غليتي انت عليهم صافي غادي يغلى على الجميع. رفعتي الدعم على الغوزوال ولا البنزين بجوج غادي ترون، غادي يطلع داك الشيء، حيت هو الاقتصاد. حيت علاش تحطي لي مع النقطه ديال الضعف منين هي، فهمتي؟ حيت علاش اكثر عدد كيمشي بالغوزوال، اكثر عدد، وإلا وقفنا الغوزوال وقفنا كل شيء. هادشي مفهوم، وانت هاد السياسه داخله عندك فاهمها. علاش ديك النهارات فاش عطيتي الخطبه واش بديتي كتقول خاصهم يترباو، نعاود لهم التربيه، يعني خاصهم يترباو، قلتيها في البرلمان، وهذه ما حشمتيش وقلتيها عين بين. كنشوف علاش كيشوفوا في الحكومه كدير اللي قال راسهم ما كيدخلوش فيها. تا فينا هاد المسؤولين؟ راه ما كاين، راه كيبان لنا حنا راه ما كاين حتى لعبه بهذا الشيء هذا. راه المسؤولين اللي خاصهم يتدخلوا في هذا الشيء هذا. من كيشوفوا هذا السيد يعني خارج على الطريق وكيدير في هذه المشاكل كامله وكيدير في هذا المنكر كامل، راه خاصهم يوقفوا على الحد. ورئيس الحكومه اش كتبروط عليه؟ شنو كدير؟ حبس لي هذا الشيء هذا. راه خاص المسؤولين يتدخلوا في هذا الشيء هذا. واش هذا رئيس الحكومه ما كاينش شي واحد مسؤول عليه؟ راه كاين المسؤول عليه، راه المسؤول عليه هو سيدنا، هو اللي مسؤول عليه. من غادي نشوفوا سيدي هذا رئيس الحكومه فات القانون، قال القانون ديالو اسيدي غندير مع واحد الجلسه وقفوا، كنشوفوا غير يرون. اسيدي حنا ماشي نتسنوه تا دوز 5 سنين عاد خاصنا نحيدوه. هذه راه هضره الكيلو، هضره الكيلو هذه. اسيدي من كنشوفوا رئيس الحكومه خدام كيخربق كنحبسوه. الشريف زكا شنو كدير؟ واش دابا فهمتوا؟ هذا هو القانون اللي خاصو يكون، ماشي رئيس الحكومه شاده وكيلعب الجماهيريه كامله كيلعب بها. شنو هو هذا الشيء هذا؟ واللي يهضر خاصنا نسدوا ليه فمو باش ما خاصوش يوصل الهضره. اخوان سمعوا مزيان، نقول لكم واحد القضيه، حنا كنفهموا في القانون مزيان وكنفهموا في السياسه مزيان وعارفين كل شيء. نهضروا مع بنادم بالدهرجه، نهضروا مع بنادم بالمكسيكيه، نهضروا مع بنادم بالمصريه، المهم راه كل شيء فاهمينه، ولكن كنهضروا مع بنادم يعني كمتواضعين اشنو اللي خصو يدار وشنو اللي ما خصوش يدار. اوكي، هذا الشيء اللي خاصو يكون. مثلا حنا سيدي هذه الحكومه احنا خاص الشعب اللي يفرض عليها شنو؟ طلعت الاسعار خصها هي تهبطها. اسيدي خاص الحكومه تهبطها. علاش دايرين لك حكومه على هذا الشيء هذا؟ ماشي دايرين لك حكومه على تزيد تطلع. فين هو التسيير ديال البلاد؟ فين كيمشي فوسفات؟ فين كيمشي الصيد ديال البحري؟ فين كيمشيو بزاف ديال الحوايج؟ وزيد الفارم، زيد الفلاحه، فين كتمشي حتى هي الفلاحه؟ زيد عرفتي شحال ديال الفلاحه؟ هذه خلي على اللي كيفلحوا الفلاحه ديال فلاحه الشتاء بحدها. كنهضروا على الفلاحه ديال الفارم. عرفتي شحال ديال الفارم كاينين؟ راه ما كاين، راه النص في المغرب راه فيه الفارم. راه يكذب عليك كذاب يقول لك هذا الشيء ما كاينش. كاين الفارم سيدي ديال التفاح، كاينين ديال الليمون، كاينين ديال الكاكي، كاينين ديال بزاف د الحوايج، كاينين الفارم ديالهم. يكذبش عليك شي واحد يقول لك لا هذا الشيء راه ما كاينش. سيدي هذا الشيء كاين، كاينين الفارم وكيتسقاو بالسخا، كاينين الفارم ديال ابوكا. الاخوان الا بقيت ندوي لكم في هذا الشيء ديال الفارم راه بلا عدد. هذا الشيء كيتسقى وكيتصدر حاليا دابا نيت دابا.
فين كيمشي هادشي هذا؟ راه هنا فين خاص المغاربه يفهموا شنو كاين. الاخوان ما غاديش نزيد نتكلم في هذا الفيديو بزاف اكثر من القياس، ما بغيتش الاخوان غنطول عليكم في الفيديو، خلي باش نجيب لكم شي حلقه اخرى. هاد الناس كيديروا اللي قال لهم رسم، واللي جا بغى يدافع على شي حاجه ولا يهضر على حقه كيمشي للحبس. هادشي اللي كنشوف انا، كيجي شي واحد كيهضر كيمشي للحبس. الياس المالكي ديك النهار ما قال حتى حاجه، ما بانش شي حاجه، ما خسر هضره، ما قال حتى حاجه، غير الفيديو اللي قال فيه قال لك نوبه واحد يجي يقول لنا صحراوي، نوبه واحد يجي يقول لنا شلح، واحد يقول لنا. هذه هي الهضره اللي قال في الفيديو، وضرب ب4 اشهر، يعني يعني عمدا متعمدا، يعني ما دير والو، ما دير حتى حاجه. شحال من واحد ديك النهارات كان يوسف الزروالي الايامات الفايته كان كيتكلم في هادشي ديال القانون، حبسوه ضربوه ب8 اشهر حبس باش ما يبقاش يهضر في هاد سميتو هذا. الخوت سمعوا زين، نقول لكم واحد القضيه، هما اش كيديروا مني كيشوفوا شي واحد مثلا خرج كيهضر، راه ما كيبغوش يهضر. باش نهضر معاكم انا حاليا كيتواصلوا معايا وكاين التهديد، وكيضربوا القناه بالسينيال باش ما يطلعش الفيديو، باش المحتوى ما يطلعش، باش دابا فهمتوا، باش الناس ما تعرفش شنو كاين، باش الناس بزاف د الحوايج ما خاصش تعرفها. هما الا مشيتي كتهضر ليهم في السياسه بحال كتقيسهم، هما ما تيقبلوش هادشي. فهمتي اش كيبغوا تمشي دير هادشي ديال الرياكشن مع الدريات وتهضر لهم في التفاهه وفي هادشي، ما يقولوش عليه شي حاجه. هضر، تكلم، تصور مع البنات، دير ما يهضروا، ولكن من دخل شي قانون معهم بحال ما هكا راه ما يبغوش يتقبلوه. الاخوان ما نطولش عليكم في الفيديو، شكرا لمن تابعنا من البدايه للنهايه، ومع السلامه للجميع.